هذه القصة من حوالي 17 سنة وأنا متحفظ عليها. ليش؟ لأن العقل البشري صعب أنه يستوعبها. وأكرر ثاني مرة أقول أنه أي واحد عنده بعد على الله ما يستغرب هذا. أي واحد عنده بعد عن الإيمان ما يعني حيستغرب على ذلك. لكن لو وقف أي واحد فينا قدام المرآة ويكلم نفسه يقول هذه الطيارة فيها 400 راكب كيف تطلع في الجو؟ هذه السفينة فيها اطنان كيف تمشي في البحر؟ لو قارن الإنسان كيف الحيوان أكرمك الله يمشي على 4 ونحن نمشي على 2 ما يستوعب. لدرجة أنه الزلازل والبراكين والفيضانات كل هذه قالوا عوامل طبيعية. طيب أين العقل البشري؟ العوامل الطبيعية هذه مين اللي سخرها؟ طبعا رب العالمين، الله على كل شيء قدير. نعم، فيستغرب ذلك على الله سبحانه وتعالى إلى أن شجعني أحد الإخوة أني أنشرها. وهي قصة غريبة جدا، يعني لو كان في ذلك الوقت يعني كان يحضرني الكاميرا كان صورتها. يعني رجل في العقد السابع، يعني عمره فوق تعدى 60 من العمر، وفي غرفة 4 في 6 أرى وجهي أكرمك الله في البلاط من لمعانه. يعني أثرياء ناس. أرى وجهي زي المراية في البلاط، في غرفة في سرير نوم لوحده، وهناك 3 من الخدم يخدموني. 3. دخلت وجهزت عدة وجيت أجي أكشف عنه الغطاء. يعني شفت أنا أوصف لك الوصف بالنسبة للأرضية وكيف النظافة. يعني استغربت أبغى أشوف نملة واحدة ماشية في الأرض ما في. النمل هذا يدخل من أنفه ويدخل على أذنه، أو من إذنه يخش على فمه. أعوذ بالله. ملة جسمه كامل زي ما ترمي حلاوة أو لبانة في الأرض وتيجي تشوف النمل عليها كيف. طيب هذه الحالة ما هي موجودة في كتب ولا في فقه الأموات، كيف تصرف؟ عفوا شيخ، هو ميت، النمل قاعد يطلع من أنفه ومن تجاوز جسمه. نعم. وله ترى عشان يكون علمك ما له إلا ساعة في الموت. يعني لا تقول إنه له المكان غير مكيف. أو أيام صار له. لا، أو أيام مكيف و3 يخدمونه. 3 من جنسية غير مسلمة يخدموه. إيش سويت شيخ؟ اتصلت بأحد المشايخ رحمة الله عليه، فقال لي اجتهد يا شيخ، ايش تبغاني أسوي؟ أنا أحكم لك على، تبغاني أفتي لك على كيفية الغسل، كيفية الصلاة، كيفية الدفن، أعطيك فتوى على هذا، لكن هذا موقف بينك وبين الله. ايش تبغاني أقول لك؟ أقول لك أحرق الميت؟ اجتهد يا شيخ. فما كان مني أنا الصعوبة مو مشكلة الصعوبة إني كيف أتصرف وما في أحد من أولاده يبغى يخش يساعدني. أولاده كانوا موجودين؟ أولاده موجودين، ما رفض أحد يساعدني. حفيده هو اللي دخل يساعدني. حفيده هو اللي دخل يساعدني. إيش اتصرفت؟ شلت الرجل هذا بنفس الشرشف اللي هو نايم عليه وغطسته في البانيو، في المويه، في البانيو حق المسبح. فبدأ النمل يطفو بعد ما حبيته مويه. طبعا سديت الأنف واليدين بالقطن والفم، فبدأ النمل يطفو على فوق. وأفرغ الأسحب المويه وأرجع 2 3 حتى وجدت إنه إيه؟ نظف شوية. فلما جينا شلناه على هذا بقى، لما فكيت القطن شوية من هنا بدأت حبة 2 تطلع منه. نمل يطلع من جسمه. هذا شيء غريب يا شيخ. هذه قعدت فيها 4 أيام أنا ما أنام. حتى الحالات يتحمل المنظر. حتى الحالة كثير من الأخوان اتصلوا فيه ما صرت أنام يا شيخ. نبيل أنا ما أقول لك غسلت 5 ولا 10. أنا كنت ماسك أكبر مقبرة في محافظة جدة مسؤول عنها لوجه الله تطوع. أقول لك غسلت المئات، ما أقول لك 2 ولا 10، مئات. وأذكر في يوم جمعة صلاة ظهر إنه الموتى مرصوصين. أول مرة في حياتي أغسل 7 حالات في فرض واحد. غسلت هذا العدد، تأثرت ب96 حالة موجودة عندي بالاسم والتاريخ والصورة تصريح الدفن. ودخلت في 5 حالات المستشفى وأنا مصاب بانهيار عصبي. حتى زيع في الانترنت إنه الشيخ عباس مات بسبب اللي شفته. بسبب اللي شفته. هذا اللي قاعد يطلع النمل من جسمه شيخ. احنا الحين أيوة. هذا أنا استغربت لأنه أولاده أول شيء ما أدوني ريق. وصل بهم يعني شفت وصل بهم
بالتقليل من مغسل الموتى. لما جيت خارج رايح فزهمني الابن الكبير، قال لو سمحت يا شيخ شوف الغدا جاهز مع السواقين. شوف الدرجة كده، يقول لي الغدا جاهز مع السواقين محطوط إذا تبغى تاكل. أنا صراحة أتأثرت في الموضوع ده، تأثرت، لكن قلت إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم حورب من أقرب الناس له فلازم أتحمل الأجر. فقلت له كلمة واحدة، قلت له هذا اللي جوا اللي غسلته من هو؟ قال أبويا. قلت يكفيني شرف إني أنا غسلت أبوك. وجيت ماشي، ولحقني حفيدي له، لحقني أنا في سيارة وحاطط يدي على الدركسون وأعصابي خلاص ما قدرت، خلاص أعصابي منتهية. كل هذا اللي سويته أنا أحتسبه لوجه الله، لكن يجي آخرتها هذا الابن. الشيخ شنو السبب اللي كذي صار؟ نعم هذا أخوه الحفيد رجع يراضعني، يعني لما شاف الأخو جي يراضيني. قلت له هذا كله ما يهمني، أنا بدي أعرف أنت شفت اللي أنا شفته أنا وياك، أبغى أعرف كيف النمل هذا جاء. أنا لي 21 سنة غسل ما شفت الحاجات دي. فقال لي يا شيخ أنا عشان لا يعني ألام وحاسب عند الله سبحانه وتعالى، أنا أقول لك على حاجة أنا ماني متأكد منها، لكن أقول لك يا عن أمي إنه هذا جدي كان يضرب والدته، كان يضرب أمه لدرجة الضرب المبرح الله يكرمك، يعني ما يضرب البهيمة. وجو أولاده وكلهم شالوا الأم للمخفر للشرطة عشان تقدم شكوى وهي ما هي داري، وتقدم شكوى في هذا الابن اللي كان يقول درجة إنه من ضغوط الضرب إنه يرفزها برجله، يرفز أمه. يقول وديناها للشرطة عشان تشتكي وتقدم محضر، وتيجي تقوم قدام الضابط أبدا كل أولادي دول كذابين، أنا طحت بنفسي. شوف قلب الأم كيف، وكان عاقل. آثار الضرب فيها، وفي الآخر تقول أنا طحت. ما هن عليها تدخل ولدها سجن. أسأل الله عليه ولكم حسن الخاتمة. طبعا ساعة خاتمته يمكن لعقوقه لأمه، هذه حكمة الله سبحانه وتعالى، يعجل الله العقوبة وهذه كثيرة، وهذه كثيرة يا شيخ. هل سمعت أن ابن وأمه على فراش الموت عشان المخدرات يبغى فلوس، ما هو قادر يحصل إلا من أمه، يستنى لغاية ما تموت، ما استنى أن ربنا يأخذ وديعته، فأتى بماسورها، عندي صورتها، أتى بماسورة وضرب أمه على فكها على فمها في المستشفى لغاية ما ماتت. ليش ضرب على فمها؟ عشان طقم أسنانها كله ذهب خالص. أعوذ بالله. عندي صورة الطقم وحاطين وجه الأم والدم يخرج منها عشان يبيع هذا الطقم ويأخذ مخدرات. نسأل الله العافية. طبعا هذا عقوبته فقط في الدنيا، هذا النمل الذي خرج من جسده أو هذا لكن الذي حصل له ما حصل، طبعا هذه كلها عقوبات في الدنيا قبل عقوبة الآخرة، نسأل الله العافية.